جراها يا ستريزيجيه. جرى ايه يا ستريزيجيه؟ يعني ينفع كده تضيع ضربة جزاء قدام انتر ميامي؟ كنا دلوقتي نبقى فايزين عليهم 1-0 وعندنا 3 نقط. وبعدين الكرة لما الحارس صدها ورجعت لك تاني ما شتهاش لها على طول جوه الجون. يا عم هو انا بشم على ظهر ايدي علشان اعرف انها ترجع لي تاني؟ وبعدين ياما نجوم ضيعت ضربات جزاء، يعني عندك ميسي، رونالدو والعبد لله. بس هو الواد حارس المرمى بتاعهم ده رخم رخامة السنين، وبيصد اي حاجة رايحة عليه. يا ستريزي، انت تعرف ان حارس انتر ميامي ده اللي اسمه ستاري عنده 38 سنة واعتزل في 2021 ورجع يلعب تاني في 2024، يعني شغال باليومية بعد المعاش. المهم دلوقتي انت ليه ما سبتش ضربة الجزاء لوسام ابو علي ولا زيزو وكنتوا قاعدين تتخانقوا على اللي يشوطها؟ يا ابني انت عبيط. وسام مين وزيزو مين اللي لسه جايين النادي اول امبارح؟ دول مواليد 6 الصبح في الاهلي، عايزهم خبط لزق كده يشوطوا ضربات جزاء. اما انا بقى مولود ومتربي في الاهلي، ده انا لعبت مع ابو تريكه واقدم واحد في النادي. يا سيدي يكش تكون لعبت مع مارادونا، وبعدين انت شغال في الشؤون الاجتماعيه علشان تمشيها بالاقدميه. وبعدين سيبك من ضربه الجزاء يا سيدي، ده انتوا ضيعتوا فرص في الشوط الاول كنا نبقى فايزين على الاقل 6-7-0 مستريحين. اه والله عندك حق، ده احنا كنا قلقانين من انتر ميامي ده علشان ميسي وسواريز وبوسكيتس، واول ما نزلنا الملعب لقيناهم زي غزل المحله اللي عندنا في مصر. دي نص الفرقه ضيعت اجوان من عندنا، يعني عندك وسام ابو علي وحمدي فتحي وامام عاشور. سيب امام عاشور في حاله بقى يا ستريزي، ده بيقولوا عنده كسر في الترجوه وهيعمل عمليه بكره، يعني كده هنفتقد اجمد واحد في الاهلي في البطوله دي. يا رب بس زيزو يفك كده ويعرف يسد مكانه في الماتشات اللي جايه. يا ابن الاهلي بمن حضر، امام بقى زيزو اي حد مش هتفرق، اهم حاجه روح الفريق. بس عارف الفرقه بتاعت انتر ميامي دي كلهم عواجيز، بس عندهم صحه ايه، زي ما بيقولوا الدهن في العتاقي. ده الواحد منهم يعمل التدخل عليك يجيب لك اصابه على طول. امال انت تحسب ايه يا ستريزيجيه؟ ده خصوصا الواد اللي اسمه ميسي ده، تحسه بيصغر مش بيكبر. الولا مقفل اللعبه واخد كل البطولات اللي في الدنيا، وبرضه بيجري ويرقص ويشوت وموت نفسه في الملعب، مش عارف عايز ايه من الكرة تاني ده. يا باشا انا راجل لعبت في اوروبا وعارف السر في الموضوع ده. اللعيبه اللي زي كريستيانو وميسي دول عاملين زي الجبنه القديمه، كل ما تقدم تحلو. بس سيبك انت، الحمد لله ان الماتش خلص تعادل. ده العيال الشوط الثاني كانوا هيجيبوا فينا 3 ولا 4 اجوان على الاقل، لولاش وسام ابو علي طلع كرة من على خط المرمى، وياسر ابراهيم الله يبارك له شال اجوان كتير قوي عننا. ليه ونسيت الشناوي؟ ده طلع شوية كور كانوا داخلين بنسبة 99% جوه الجول، وخصوصا الكورة بتاعت الواد ميسي اللي كان منشنها في الزاوية اليمين دي، تقولش الولا شايطها بإيده؟ بس الله يبارك له الشناوي، طلعها ازاي قبل ما تدخل جون انا مش عارف. لا الصراحة الشناوي في الماتش ده كان قلب على الواد نوير. بس يا سلام لو آخر كورة اللي هي بتاعت حسين الشحات دي كانت جت جون، كانت الليلة خلصت بقى. انا مش عارف هو كان عايز يعمل ايه بالكورة، ده فضل يجري بيه والدنيا فاضية لحد ما بتوع انتر ميامي خدوها منه. يلا ماتش وعدى يا ستريزيجيه، اهم حاجه ركزوا في الماتش اللي جاي علشان ده مع بالميراس ودي فرقه برازيلي وما ادراك ما البرازيل بقى. وامان عليك، امان عليك يا ستريزي، ما تشوط ضربات جزاء تاني على الاقل حتى في البطوله دي.